مع بعض المكشكشة بحاجات وصفة يعني بسيطة وسهلة جدا جدا، وتقريبا يعني هي لفة جلاش وخلاص. يلا بينا نشوف الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وتعالوا نعمل النهاردة مع بعض حاجة حلوة قوي قوي وسهلة وبسيطة. هنعمل مع بعض النهاردة صينية المكشكشة. معايا لفة جلاش، ومعايا نص كيلو من اللبن وسكر ونشا، بس هي دي، وسمنة طبعا لدهين الجلاش. اول حاجة هنعمل المهلبية او القشطة بتاعتها الاول علشان خاطر تبرد شوية، يعني عبل احنا ما نكون لفينا الصينية. اول حاجه هنعمل، طبعا عندك قشطه بلدي بتبقى حلوه قوي، لو عندك قشطه بلدي حطي، عندك نشا بتنفع، عندك كاستر بتنفع، عشان كده بقول لك باي حاجه موجوده في البيت. هنحل طبعا بالسكر على زي ما تحبي بقى كميه السكر اللي انت تحبيها. طبعا انا هعمل بالنشا مش بالكاستر، بس هي تنفع بالكاستر برضو، ما عندكيش نشا حطي كاستر. حطيت كوبايتين من اللبن، عليهم معلقتين كبار من النشا، معلقتين 3 كبار كده يعني. اهو خلاص هدوقهم كويس قوي واروح احطهم على النار لحد ما يتقلوا. اديت بقى الكريمه لبنتي بس تسويها على النار، وانا هعمل معاكم وارص معاكم دلوقتي الجلاشه. هنحط اول حاجه كده طبعا الفرشه عندك بقى اعملي، بس الحقيقه الفرشه بتاعتي مش لاقياها، مش عارفه راحت فين. نحط شويه سمنه كده في الحاجه اللي هنعمل فيها الاول، وبعد كده طبعا لفه الجلاش لو متقطعه زي حالاتي كده عادي مش هتعمل حاجه. اهو جبتها الحقيقه بس متلجه، ما صبرتش عليها لما تفك، فادتني بقى النتيجه المقطعه كلها كده. بس هنعملها برده، مش مفيش حاجه تستعصى عليها. ارص الاول كده، عايزه بس ارفع لها سنه صغننه كده فوق، عشان لما اجي احط الكريمه ما تبقاش تنزل على الجناب وتتحرق يعني. اهو الشكل ده كده، وهدي رشه من السمنه بتاعتي. سهله وبسيطه جدا 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 جدا. معرفش ليه يعني بسمع ان هي بتتباع غاليه قوي، بتتباع عند محلات الحلويات وكده ب 400 جنيه. ليه؟ ده انا ممكن اعملها باي حاجه، لو حتى بواقي جلاش عندي. بس طبعا الحته اللي فوق بتبقى محتاجه حته حلوه عشان نعرف نكشكشها يعني. هناخد نص الكميه بالظبط، هي اللي هتنحط في نص الكميه من تحت، ونص الكميه التانيه بتبقى من فوق، يعني بتقسمي اللفه على نصين. نص بتحطيه كده عدل، واوريكي النص التاني دلوقتي هنعمل فيه ايه. خلاص كده حطينا نص الكميه في الصينيه بتاعتنا او السرفيز اللي احنا بنعمل فيه. تعالوا بقى المهلبيه بتاعتنا استوت اهي. هنفضي بقى المهلبيه زي ما اتفقنا، لو عندك بقى قشطه حطي عليها عشان تبقى الدسامه بتاعتها احلى. بسم الله الرحمن الرحيم. فضي كل الكميه بتاعتي كده. حطينا بقى الكريمه بتاعتنا هنا كده، وهنعمل بقى الطبقه اللي فوقيها كده. هندهن او ممكن ما ندهنش على فكره، زي ما قلت لكم لفه الجلاش دي ساعات تصادف معانا تجيبي لفه جلاش تلاقيها متقطعه من نص من اللفه من الكلام ده كله، ما تقلقيش خالص زي كده. بصي مقطوعه. طب هكشكشها اعملها ازاي؟ ممكن ما ادهنش اصلا سمنه عليها في المرحله دي، وممكن زي ما انا عامله كده اخد كده اهو نص بنص. بس الاول نشوف مقاس الصينيه، مثلا ده مقاس الصينيه هاتني الحته دي كده، وبعدين اكشكش معايا بالشكل ده واحطها عليها كده، ولا اي مشكله عندنا، ما بتقفش معانا حاجه خالص. يعني جبت لفه جلاش ولقيتها متقطعه ومتكسره، هرميها اتني كده علشان يبقى مقاس اللهم صل على النبي الصينيه بتاعتي او السرفيز اللي بعمل فيه، الطاجن اللي بعمل فيه كشكش كده. طبعا الحته بقى اللي هي تانياها دي اعمل واحده يمين وواحده شمال عشان يبقى كلهم نفس السمك. اهو خلاص نعمل واحده كمان. بصوا دي متهلهله ازاي، يعني مش عايزه اقول لكم، كل ما اجيب لفه جلاش اليومين دول تطلع معايا مش عارفه، مش مظبوطه خالص يعني، ما لقاش حلوه. مش عارفه ده بيبقى يعني سوء تخزين ولا مثلا مركونه عندهم بقالها كتير، مش عارفه الصراحه. بس انا برضو بتصرف الحمد لله، ما تبقى حاجه تيجي زي كده بعملها برضو حتى لو اهو يعني مش هيأس بالشكل ده كده. طبعا هي ما خدتش سمنه بكفايه، احنا كده كده بنحط سمنه على الوش. اعمل بقى الكميه كلها زي ما وريتكم كده واخلصها ونرجع مع بعض تاني. خلاص رصينا صينيه الجلاش بقى، مش عايزه اقول لكم الورق اللي كان فاضل متهربد قد ايه، بس هي كده كده مكشكشه مش هتفرق معانا يعني. هنحط بقى شويه سمنه كده على الوش عشان في ورق ما كنتش بدهنه لان الصراحه كان متقطع قوي.
خلاص كده. طيب الشربات، احنا ما قلناش الشربات بتاع صينيه الشربات، كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه. طبعا احنا في رمضان والكل عامل شربات وحاطط في التلاجة، هو بس اللي مش عنده بقى شربات في التلاجة تعملي قبل ما تبتدي اصلا في صينيه المكشكشه، تعملي ايه؟ تعملي كوبايتين سكر عليهم كوبايه ونص ميه وعصره ليمونه بسيطه، وبعد كده تقلبي السكر وترفعيهم على النار بعد الغليان ب10 دقائق، لان دي شرباتها مش زي البسبوسه، اتقل شويه. خلاص كده. هروح ابلع بقى الفرن على درجه حراره 180 واحط فيها صينيه المكشكشه بتاعتنا. اللون الجميل اول ما تخرج من الفرن، طبعا الشربات عندنا بارد كده كده، انا ببقى عاملاه وحطاه في التلاجة وهي لسه سخنه. عايزين بص سامعين صوت الطشطشه، لسه مخرجاها من الفرن حالا. عايزينه مقرمش بقى، هتحطي الشربات وتسيبيها كده لما تهدى شويه. عايزاها تطرى يبقى لازم تحطي الشربات، يعني عايزاها طريه شويه ما تكونش ناشفه قوي، لازم بعد ما تحطي الشربات على طول تغطيها اهو. تشبعيها بقى كده كويس قوي. مش عايزه اقول لكم شكلها تحفه تحفه. وممكن كمان زي ما قلت لكم لو عندك شويه لفه جلاش بقى مش مظبوطه ممكن تعملي بيها. خلاص هغطيها بقى كده باي حاجه، ممكن بفوطه كده حتى، واسيبها عشان ايه تهدى شويه. لما غطيتها بقى بالفوطه تعالوا شوفوا، بصوا هنا في قرمشه، بس مش القرمشه اللي هي كانت ناشفه قوي كده اول ما خرجت من الفرن. وبصوا هنا عامله ازاي، يعني قرمشه وفي نفس الوقت طريه شويه. عايزاكم بس تخشوا كده على التفاصيل. طبعا عندكم شويه مكسرات بقى، رش على الوش مكسرات براحتك، اعملي اللي انت عايزاه. تعالوا اقطع لكم حته كده من جوه ونشوف شكلها ايه بقى من جوه. تعالوا بقى نطلع حته كده ونشوف جمالها عامله ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله، وحاجه بقى طريه كده وفي نفس الوقت اللي فوق ده مقرمش، حاجه حلوه جدا جدا جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بس ان عجبتكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللايك لو عجبتكم الفيديو. ايه رايكم؟ بصوا الجمال، حاجه حلوه قوي. بصوا من تحت كمان عامله ازاي. يا رب تكون عجبتكم. شكرا ليكم، سلام عليكم.